السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل دي الاسبونج الجاهز، اسهل واوفر واقتصادي عن بره. بنجيبه من بره غالي قوي. معانا هنا كوباية سكر، صلوا على النبي كده واذكروا الله وادعوا امواتنا بالرحمة والمغفرة، وادعوا لاخواننا في فلسطين وغزة بالنصر. بصوا بقى يا حبيب قلبي، اللهم صل على حبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. معانا هنا كوباية من السكر، كوباية من السكر، تمام. ضربتها في المطحنة. ولو انتوا عندكم سكر بودرة جاهز ممكن تحطوا، مش عندكم ممكن تحطوا السكر اللي هو الابيض، ابيض لازم يكون ابيض، حبيبات اللي هو الحبيبات الابيض، الحبيبات اللي هو مش بتاع التومين التاني، تمام. وبعد كده حطينا كوبايه سكر ابيض وحبيبات في الخلاط في المطحنه، وطحناها وهننخلها زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما ننخل السكر، كل حاجه هننخلها، تمام. ده اقتصادي يا حبايبي. بره بنجيب الكيلو، الكيلو غالي جدا، الكيلو ب70 واكتر من 70 جنيه. هنا ما كلفتش الوصفة دي على بعضيها كده، ما كلفتنيش 25 جنيه. شفت الفرق؟ فرق كبير ازاي. وعملت حوالي 700 جرام من دي الاسبونج، ولا 600 جرام. يعني اقتصادي وجميل. في بداية الفيديو كده صلوا على النبي واذكروا الله، وحطوا اللايك يا عسل للفيديو، واعملي اشتراك بالقناة وفعلي جرس الاشعارات عشان كل وصفة من وصفاتي توصل لكم. دي الاسبونج الجاهز بنجيبه من بره غالي جدا على الفاضي. احنا نعمله في البيت ليه نشتريه بالغالي واحنا نقدر نعمله بالرخيص؟ صلوا على النبي كده وحط اللايك يا عسل، وتعالي خش على الفيديو هتستفادي من الفيديو، حاجات كتير هتفيدك فيه. جميل جدا. حطينا هنا يا حبيب قلبي كمان تلت، اكتر من تلت كوبايه نشا، يعني تلت كوبايه ومعلقه، يعني حوالي بالظبط حوالي 4 معالق كبار من النشا. اما الدقيق حطينا كوبايتين ونص من الدقيق. وكل حاجة هننخلها مرة واتنين وتلاتة، هننخل كل حاجة مرة واتنين وتلاتة. أهم حاجة النخل بتاع الدقيق، الدقيق بيبقى عند العطار مكبوس على بعضه، لازم نفرغ الهواء من الدقيق للتورتة أو كيكة أو أي حاجة أو أي معجنات، لازم الدقيق يتنخل نخلة واتنين. بصوا يبقى الحاجة هدا هشة وخفيفة وحلوة ومستوية معاكم إن شاء الله. بصوا كده، أنا هنا نخلت الدقيق مرة واتنين وتلاتة، تمام. وحطيت كمان هنحط كمان 4 أكياس فانيليا. وهنحط، يعني حطينا في الوصفة كمان كوبايتين ونص دقيق، وكوباية سكر، وتلت كوباية نشا ومعلقة كمان، وكوبايتين ونص من، هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف، وكوبايتين ونص من الدقيق، و4 أكياس من الفانيليا اللي هي الحبيبات، مش هينفع السايلة طبعا، سوري. بصوا، من الحبيبات. وحطينا معلقة كبيرة من الكيك شيف أو بيكنج باودر، أي حاجة متاحة عندكم. أنا عندي كيك شيف، حطيت معلقة كبيرة هرمية كده. اللهم صل على حبيب النبي. وقلبت كله مع بعضه. حطيت ال4 الفانيليا بيديله نكهة حلوة الفانيليا. وقلبت كل الحاجات الخليط ده مع بعضه. بعد ما قلبته هنخله مرة زي ما قلت لكم، ننخله مرة واتنين وتلاتة واربعة وخمسة في عين العدو. ليه؟ كل ما بننخل الدقيق بيفرغ الهواء من الدقيق ويخلينا الحاجة هشة وخفيفة زي بتاعت بره وأحسن. وإن شاء الله هنعمله معاكم التورتة أو جاتوه. وهتتابعوا الفيديو معايا حاجة كده في الآخر، من الآخر فاخر كده جميلة بسم الله ما شاء الله. يعني حاجة كده، اللهم صل على حبيب النبي محمد، اللهم زد وصلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اقتصادي وجميل. بنشتريه من بره غالي قوي يا جدعان، والله العظيم. احنا بنشتري دي السبونش ده، انا جبته قبل كده تقريبا نص ب35 جنيه، ودلوقتي عدى ال35. هنا عملت حوالي 650 جرام وزيت حوالي 700 جرام. ما كلفوني، مش كلفوني 30 جنيه، مش كلفوني 30 جنيه. بعد الدقيق، بعد كل حاجة خليط، والحاجات المحتويات اللي حطيتها على بعضيها مش كلفوني. وحاجة اقتصادية وجميلة وموفرة، يعني نقدر نعملها في البيت وما نشتريهاش من بره خالص. والدقيق البيتي كمان، يعني يكون دقيق، بس دقيق يكون فاخر جميع الاستخدامات. لازم يكون دقيق جميع الاستخدامات، دقيق حلو نوعيته حلوة. ما هي بتفرق برضك في النوعية. بصوا كده بقى، انا هنا بنخله مرة واتنين وتلاتة، معلش بقى على العكة ديت، بس في الاخر انضف وهتبقى حاجة حلوة معانا ان شاء الله. بصوا بقى، انا بنخل مرة واتنين وتلاتة زي ما قلت لكم، والحاجة تكون مظبوطة معانا. أهم من الشيء ظبط الشيء. احنا لو ظبطنا الحاجة معاكم هتطلع، ظبطتوا الحاجة هتطلع زي الفل، تمام. مش هنشتكي من حاجة، هنعملها وهنعمل لأولادنا وفي بيتنا ونضيفة وقدام عينينا. وبسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا. اهو يا حبايبي، انا نخلت دي اكتر من مرة على فكرة. وبعد كده هحطه في الكيس. وعايزين نعمل بقى، حابين ان انتوا تقسموا الدقيق نصه شوكولاته يعني بالكاكاو، نصه سوري. حابين
تدهنوا تقسموا العجينة الدقيق سوري، نصه شوكولاتة ونصه أبيض فانيليا، ماشي مفيش مشكلة. ممكن نحط بقى معلقتين من الكاكاو الخام على الدقيق. تمام. زي ما انتوا شايفين كده يا حبيب قلبي. هنقسم الدقيق بقى بالكوباية، احنا هنعاير الدقيق بالكوباية. تمام. هنعايره عشان هنقسمه، نقسم نص من فانيليا ونص ايه، زي ما انتوا شايفين كده. انا بقسم نص الدقيق، نصه بالكاكاو الخام ونصه ايه بالفانيليا، بس بالكوبايه بنقسم ونعاير بالكوبايه عشان يبقى الحاجه مظبوطه معانا. بنعاير بالكوبايه زي ما انتوا شايفين كده، نص هنا ونص هنا، وهنقسم النص نحط شوكولاته وفانيليا. تمام. اه لو انتوا حابين يبقى ايه هو فانيليا خالص خالص مفيش مشكله عادي. اه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. احنا قسمنا بالكوبايه زي ما انتوا شفتوا اهو. يا ريت لو وصلتوا لحد هنا حطوا لايك واعملوا اشتراك بالقناه عشان اللايك بيرفع الفيديو. اه حطينا حوالي كوبايتين وكوبايتين، وبقى نص كوبايه دي حطيت نصها هنا ونصها هنا، يعني كوبايتين ومعلقه او معلقتين. وهنا بقى هنحط معلقتين كبار، معلقه هرميه كبيره بالكاكاو الخام، على اللي هي بالكاكاو الشوكولاته يعني. اه وهنقلب وهننخل تاني. تمام. وبعد كده هنعبيه في اكياس وهتشوفوه معانا كده. الله اكبر الله اكبر، لا حول ولا قوه. اللي بقى زي ما انتم شايفين كده يا حبيبي، بعد ما عبيناه في كيس اهو، ده اللي هو بالفانيليا وده اللي هو ايه بالكاكاو الخام. دمتم في رعايه الله يا حبايبي، ما تنسوش اللايك.